من 150 سنة في مدينة بورصة التركية واحد اسمه محمد اسكندر اخترع الشاورما، وبعد كده انتقلت لبلاد الشام، ومن بلاد الشام انتقلت لمصر. ومن أحسن المطاعم اللي بتعمل شاورما في مصر هو مطعم ابن الشام، والفرع اللي احنا بنجربه ده في التجمع الخامس في منطقة البنوك في التسعين الشمالي. هنجرب بقى من عندهم كام حاجة كده: فراخ على الفحم، وفراخ شواية، وفراخ بروستد، طبعا بالإضافة للشاورما. أول حاجة بقى هنبتدي بيها هي سلطة الجرجير، وبتبقى عبارة بقى عن جرجير وعليه شرايح طماطم وعليها شرايح زيتون وعليها جبنة كده مبشورة، وممكن تضيف عليها دبس رمان وزيت زيتون. طعم الميكس على بعضه كان جامد قوي، وطعم زيت الزيتون ودبس الرمان مع الجرجير كان مخليها حاجة كده مختلفة وحاجة كده تفتح نفسك، وطعمها جامد قوي. والسلطة دي سعرها 67 جنيه. نخش بقى على الوجبة الجامدة قوي دي. الوجبة دي بتبقى عبارة عن ربع فرخة على الفحم، ومعاها بطاطس، ومعاها رز وتومية، وبيجي كمان معاهم عيش. والوجبة دي سعرها 84 جنيه. البطاطس اللي بتيجي مع الوجبة بقى بتبقى مضلعة كده وكرانشي، بتبقى سميكة شوية بس طعمها جامد قوي. اما الرز بقى فكان مفلفل كده، والتتبيلة بتاعته كانت جامدة جدا. واللي اجمد بقى من كل ده هو الفراخ كانت مستوية كويس ودايبة، وطعم الفحم باين فيها قوي. والوجبة دي من احسن الوجبات اللي احنا جربناها عندهم، لانها وجبة اقتصادية جدا ومشبعة جدا. نخش بقى على وجبة النص شواية، وبتبقى عبارة عن نص فرخة شواية ومعاها تومية حارة وتومية عادية، وبيجي برضو معاها بطاطس ورز. طعم البطاطس بصراحة عندهم جامد قوي، خصوصا بقى لو حطيتها كده في قلب التومية هيبقى الطعم في حتة تانية. وجبة النص فرخة دي سعرها 168 جنيه، يعني الربع ب 84 جنيه. بس هما تقريبا ما بيعرفوش يبيعوا الربع، لان الفراخ بتبقى دايبة زي ما انت شايف كده، فمش بيعرفوا يقطعوا الفرخة لرباع، بيقصوها بالمقص من النص كده لجزئين وخلاص. بس طعم الفراخ الشواية كانت دايبة جدا، والتتبيلة بتاعتها كانت جامدة قوي وواصلة لحد جوه خالص. نخش بقى على فتة الشاورما الميكس، وبتبقى عبارة عن شاورما فراخ وشاورما لحمة وتومية حارة وتومية عادية، ومعاهم كمان رز بسمتي. طعم الشاورما فراخ كان جامد قوي، انما شاورما اللحمة ما عجبنيش قوي، على الرغم ان انا بحب اللحمة اكتر من الفراخ، انما شاورما الفراخ افضل بكتير من الشاورما اللحمة. والوجبة دي سعرها 170 جنيه. نخش بقى على البروست. دي وجبة بقى ربع فرخة بروست، وده الصدر، وسعرها 109. وبتبقى عبارة عن ربع فرخة كاملة اللي هو صدر او ورك حسب ما تختار، وبيجي معاها رز وبطاطس وتومية. الفراخ كانت مستوية كويس قوي وما كانتش مزيتة خالص، انما المشكلة بقى ان التتبيلة بتاعتها كانت ضعيفة قوي، وطبقة الكراست اللي بره ده طعمها مش كويس، تحس ان في طعم نشا كده طاغي قوي على طعم الفراخ. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهاردة. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة.